تخيل معايا عبد الرحمن بن عوف، واحد من العشرة المبشرين بالجنة، أغنى الصحابة اللي كان بيكفي الجيوش كاملة لوجه الله. كان بيبكي دايما من الحساب رغم كل الخير اللي عمله. تعال نحكي حكاية واحد من أنقى وأغنى الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعيش مع صحابي عظيم، كان تاجر غني جدا، بس كان دايما قلبه مشغول بالآخرة أكتر من الجيوب. قصة مؤثرة هتعلمنا يعني إيه تكون عبد لله مش عبد للفلوس. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واحد من العشرة المبشرين بالجنة، كان من أول الناس اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة مطرود، خرج سايب كل فلوسه علشان دينه، وهاجر للمدينة مفلس صفر. سيدنا سعد بن الربيع أول ما شافه قال له أنا عندي مال كتير، خد نصه. عارف سيدنا عبد الرحمن قال له إيه؟ قال له بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. وراح يشتغل يبيع ويشتري، وربنا بارك له، بدأ من تحت الصفر وبقى من أغنى أغنياء الصحابة. ابتدى عبد الرحمن بن عوف يشتغل في التجارة، ويوم ورا التاني ربنا بارك له في رزقه وماله زاد جدا. بس دايما كان بيقول اللهم اجعل رزقي في يدي لا في قلبي. كان بيشتري ويبيع، وفي كل صفقة كان بيسيب جزء لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن رأيتك تمشي في الجنة. قال له لماذا يا رسول الله؟ قال له كثرة مالك بتدخلك الجنة على مهلك، لأن كل ما كثر مالك كثر سؤالك. علشان كده كان بيكتر من الصدقة. بعد الحديث ده في يوم من الأيام جت قافلة ضخمة جدا من الشام، فيها 700 جمل محملة قماش وطعام، تجارة. المدينة كلها اهتزت من الضجة، فالناس دي قالت دي قافلة عبد الرحمن بن عوف، ربنا يبارك له، أكيد هيكسب فيها ذهب. لكن سيدنا عبد الرحمن ما فرحش، سمع الكلام ده وقال جملة غريبة جدا، قال قافلتي للآخرة أعظم. وقام واتبرع بكل القافلة دي في سبيل الله، مش جزء، اتبرع بيها كلها. وبعدين الصحابة اتفاجئوا، ازاي؟ ده تعبك وشاء سنين. لكنه قال لهم جملة تهز القلب، قال لهم إني أخشى أن أكون عجلت له طيباته في الحياة الدنيا. في يوم جابوا له طعام وهو صايم، فلما شم ريحته دموعه نزلت وقعد يبكي. قال لهم مات حمزة ولم يشبع من لحم، ومات مصعب وما وجدنا ما نكفنه به، وأنا أكل من النعيم، أخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ورجع الأكل ومسك المصحف وقعد يقرأ ويبكي، يعني خايف يكون ربنا سبحانه وتعالى رزقه بكل ده علشان بس ياخد أجره هنا في الدنيا وخلاص. في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. عبد الرحمن بن عوف جاله ومعاه 700 جمل محملين بالطعام والسلاح. مين النهاردة يقدر يتبرع بكل ده؟ واحد زي ده بس هو اللي عرف يشتري الجنة فعلا. لما مات ورث ولاده أكتر من 800 ألف دينار. لكن الصحابة قالوا ما سمعنا عنه إلا إنه كان يطعم ويفرج كرب الناس ويكتم المعروف. حتى بعد ما مات الخير فضل جاري. عبد الرحمن بن عوف علمنا إن الفلوس مش دايما فتنة، الفتنة هي إنك تحبها أكتر من ربنا. هو استخدم ماله في طاعة ربنا وساعد بيها الفقراء، وجهز جيوش، ورضي بالنبي صلى الله عليه وسلم وربنا رضى عنه. النهارده لازم سؤالنا يكون احنا بنعمل ايه بمالنا؟ هل المال بياخدنا بعيد عن ربنا ولا بنستخدمه علشان نقرب منه؟ تعالى نتكلم عن الجنة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بيشتغل كل الشغل ده علشانها، في مكان ولا عين شافته ولا أذن سمعته ولا حتى خطر على خيال حد. مكان الجمال فيه ملوش حدود. المكان ده مش في الأرض، المكان ده في الجنة. عارف يعني ايه ربنا يقول لك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين؟ يعني الجنة فيها مفاجآت ربنا سبحانه وتعالى جهزها مخصوص لعباده الصالحين. مش بس النعيم اللي احنا نعرفه، لا، ده فيها حاجات محدش يتخيلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما تخيلت، مهما شفت صور للجنة، مهما سمعت وصف عن الجنة، الجنة أعظم وأجمل من كده بكتير. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. مش نهر واحد، ده أنهار من اللبن والعسل والخمر والماء النقية، بس خمرهم مفهوش سكر ولا ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات يصلي والناس نيام. يعني الناس كلها تبقى نايمة وانت اللي واقف تصلي ركعتين قيام لله. أجرهم قصر في الجنة، قصور من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ. اللي بيصلي بالليل ليه قصر مخصوص شفاف يشوف اللي جواه من براه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها. تخيل شجرة واحدة بس ظلها يكفي آلاف الناس. والفاكهة مش بس فاكهة الدنيا اللي احنا عارفينها، دي فواكه لذيذة بشكل جديد، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الملائكة تقول لك: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. نعيم خاص لأهل الجنة، لا مرض ولا تعب ولا نوم ولا موت. لبسهم من حرير، ريحتهم من مسك، أعمارهم كلهم 33 سنة، شباب دائم، مفيش غل ولا كراهية. قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. كل ده جميل، بس الأعظم والأجمل إنك تشوف ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون في رؤيته. يعني هتشوف ربنا سبحانه وتعالى بعينك، ده أعلى وأعظم نعيم. بس الجنة دي مش لأي حد يدخلها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لازم تصلي، لازم تسيب ذنوب بتعملها، لازم تصبر على الطاعة. لو قلبك اشتاق للجنة اشتغل علشان توصل لها. الجنة محتاجة مجهود في الدنيا، صلاة، صبر، دعاء، ستر وذكر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واغفر لنا واغسل قلوبنا من الذنوب. ما تنساش دايما الجملة اللي لازم تبقى في حياتنا: رجع قلبك خطوة تقربك لربنا.